مساء الخير ومرحبا بكم. نواصلوا السلسله نتاع الفيديو نتاعنا نتاع نهار الجمعه، واليوم حبيت نحدثكم على ظاهره بعد كل انتخابات تلقاها في الشارع التونسي، هي ظاهره عدم الرضا. ننتخبوا ومن بعد ما اليوم ماناش راضيين على النتيجه، وتجي دائما خيبه امل من الناس اللي وقع انتخابهم، وعلى اساس انه تحايلوا علينا، وعلى اساس انه الوعود ما تحققتش وما الى ذلك. وانا في اعتقادي انه العيب ماهوش في الناس اللي تحايلوا او الناس اللي عينيهم اكبر من كرشهم يحبوا يشدوا مناصب اللي هم غير مؤهلين لها، لكن العيب في احنا اللي اخترناهم. واحنا اخترنا على خاطر ما عرفناش نختاروا، وخاطر ما عندناش الادوات باش نختاروا، وخاطر تهزنا العاطفه برشا كي نجيو نختاروا، وسطحيين في الاختيار نتاعنا، عمرنا ما نمشيو لعمق المواضيع. فبطبيعه الحال باش تلقى دائما الناس اللي هي باش تبيع لك الريح، لكن اللي عنده القدره على التمييز ويفهم شنو معناها برنامج، ويفهم شنو يسال، كانوا يسال على دينه ويبدا يسال وين وكيفاش وين توصل وشنو النتائج وبما اليات اكسترا، وقتها اذا كان عنده القدره هذه ما يقعش التضليل وما يقعش التلاعب به. والعيوب ماهيش في السياسيين، العيوب فينا احنا، لان احنا ما نعرفوش نميزوا الحم. واللي وقعنا فيه في الانتخابات كلها حتى 2019 كان نتيجه هذايا. والواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم المرير في تونس هو نتيجه لذلك. وانا مصر يعني مره اخرى، لاني انا التقيت في الميدان لمده 3 سنين، كنت ندور في البلاد وكنت نلتقي بناس، وكنت نسمع الاسم الوحيد اللي نسمعه يتردد هو اسم قيس سعيد. ساعه ساعه يوقفني شاب من الشباب ويتلفت لي هكا ويقول لي باش ننتخب قيس سعيد، ونحاول انا وقتها نحكي معاه من الاول علاش تحب تنتخب، ونلقاه السيد اللي يحب ينتخب قيس سعيد ما عندوش حتى براهين، يقول لك نظيف، يقول لك استاذ قانون باش يحارب الفساد بالقانون، هذا الحجه. وقيس سعيد الناس ما سمعتوش يتحدث، انا نعرف حجمه من قبل لكن الناس ما سمعتوش يتحدث. اليوم قيس سعيد هو عنده السلطه، ما قلناش نتائج، قلنا ثنايا. لليوم نسمع في الخطاب شنو الاخرين وبيهم وعليهم، تيشمنا فيهم الاخرين بيهم وعليهم وكذا. ما عندهم ملفات حلها لهم، كان عنده ملفات هيك منشوره عند القضاء وزيد احرس في القضاء وخلي تتفصل الملفات نتاع الفساد اذا كان فما فساد. الموضوع هو فيك انت، شنو اللي باش تعمل، شنو اللي عملت، شنو وين ماشي. نحينا من الاخرين، نحينا، انت تو خديت السلطات الكل في يدك يا سيدي. انقلاب انت تقول ماهوش انقلاب، هاو عندك السلطه. الواقع نتاع الامر ليتا دو فات اليوم اللي موجود في البلاد هو انه السلطه الكل مجموعه في يدك انت. ايش عملت؟ وين ماشي؟ شنو اللي قاعد تعمل؟ الناس تجوع قاعده، والناس تشد في الصف على خبزه، وتشد في الصف على كيلو سكر وعلى لتر زيت. انت ايش عملت؟ الاخرين عندهم يدين فيها الحكايه، مازال عندهم نفوذ لتوا، يعني اللي حطيته في الاقامه الجبريه واللي قاعد شد الدار واللي الكل مازالوا تو يحكموا، يعني مازالت هما في الوضعيه اللي مهلله فيهم، مازالت عندهم نفوذ على الاداره. ولات مشكله هذه الحكايه، نفوذ على شكون؟ كيفاش قاعدين يعملوا؟ باهي يا سيدي عندهم نفوذ، انت وين سلطه الدوله؟ وين؟ اكثر كلمه مسموعه عن قيس سعيد اليوم هي الايامات من اللي شد هو سوف 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 سوف، يعني بعد الصواريخ البني اللي ما فماش، ومن بعد شنو شنو يعني اخرتها شنو؟ يعني لازم العباد راهو اللي نقول فيه هذايا لا علاقه له، نحيكم من الحكايه. ثم ناس تعلق انتخابات 2019، انتخابات 2019 مشات على روحها، واللي في باله يعرف روحه غدوه يصبح حي ولا لا، انسان مهبول مازال يخمم بالطريقه هذه. احنا نخموا راهو على بلاد، على وطن، رانا لنا طماع، لنا متاع سلطه ولا طمعين في الواحد. في موجاتنا للسلطه قلت لكم 20,000 مره وراني طيشتها. نخموا في بلاد، عندنا بلاد شو نعملوا بها، وين ماشيه، شو مصيرها. مفروض انه الناس تفرز وتفهم من اللي صارت ازمه الكورونا، تفهم العباد. تصرف قيس سعيد شنو كان في ازمه الكورونا؟ كان اجرام تام، يعني التلقيح موجوده، ما عمل حد شيء باش يجيب التلقيح عام كامل نكايه في شكون؟ الفصل 70 اللي خداها الفخفاخ وفعلوا باش خذاك عمل القرارات، خذاك التفويض ذاك من البرلمان. علاش وقتها قيس سعيد ما عملش فصل 80 وتزعم هو الحكايه؟ لان هذا هو حجم الرجل. باش تفهموا يا عباد راهو انه الموضوع نتاع الكورونا كان مفصلي للي يعرف يخمم.
للي عنده فكر، للي ماهوش تهزه العاطفه، يفهم شنو طبيعه الطبقه السياسيه التونسيه وقت الكورونا. وقت الكورونا هي جائحه من اي جائحه، كان نجم يجينا طوفان، يجينا زلزال، يجينا اي حاجه اخرى، جاتنا كورونا. هي رجل السياسه في السلطه ولا في المعارضه، ايش كان شنو يقترح؟ لو كان هو جاء هو في المعارضه وجاء في السلطه ايش كان يعمل؟ واللي في السلطه ايش عمل؟ اللي في السلطه ريتوه فشل. يعني ما حكيت لكم انا على التطبيل اللي صار للعباد وكذا واحتفاء بالناس، يا كريتوا النتيجه بتاع الكورونا انتشرت ومست الناس الكل. واللي في المعارضه تحدثوش، تكلموش. هكا الناس اللي كانت بالخنيفري في مجلس النواب تكلمتش، عطاتش موقف في الكورونا ايش كانت تعمل في اي جائحه، عطاتش موقف اليوم في الوضع الاقتصادي ايش تعمل. هذا باش تفهموا انتم الناس اللي مؤهله والناس اللي مش مؤهله. تحبوا تقعدوا في الشيء الفضفاض، نواصلوا في الفضفاض وما نعرفوش من بعد البلاد شنو مآلها. انا كي نشوف حكايه صبر الاراء هذه نقعد حاير، حاجه من الاثنين: يا اما جماعه صبر الاراء يتلاعبوا، هو فما تلاعب، لانه نعرف اللي يعطيوا ليسته نتاع اسامي معينه وعن ناس معينه ووجهوا كذا، ربي معاهم. لكن اذا كان هما مش يتلاعبوا كيف يعني؟ يا سيدي نحيني من قيس سعيد، نجله بودن، مدام بودن شنو اللي عملت؟ شنو حتى تكون عندنا نصيب من الثقه تاع توانسه؟ شنو انجزت المراه هذه من اللي جات؟ شنو يعني؟ هذه مراه نص غير قادره باش تقرا، ما نلومش عليها، غير مؤهله، الله غالب، خبزه اكبر من فمها. لكن شنو اللي عملت؟ شنو اللي انجزت؟ شنو وين ماشيه؟ يا سيدي نحينا من الانجاز، يمكن الانجاز يتطلب وقت. وين ماشيه؟ خطوتها العريضه شنو هي؟ يعني كاتبه عند قيس سعيد عند الثقه التونسيه. يعني هذا راهو يعاود نقول لكم انا الحقائق المره نتاعنا كشعب. انا نقولها لكم الحقائق المره اللي ما يقولوهاش الاخرين خاطر يخافوا على الشعبيه نتاعهم ويخافوا على الشعب. انا نقول لكم الحقائق المره. الحقائق المره هي لازم تتفكروا الدور الاول نتاع الانتخابات الرئاسيه تعطيكم الفكره كل شيء. عندكم زوج من الناس قطع النظر على قيمتهم، هاي سيدي برا نعتبروا انهم هايلين، وقطع النظر على اي معطى اخر. الانسان مفروض وقت اللي باش ينتخب على شخص قال له حاجه. لا قيس سعيد قال حاجه ولا القروي قال حاجه. القروي في السجن وقيس سعيد ما قال شيء، خير انه يعمل حمله ما يقول فيها حد شيء، هذا قراره هو حر فيه. هذوما اللي جاوا الاولانيين وخذاو ثلث تصويت نتاع التوانسه. واضح؟ اسمها المعطى هذايا ما تنحاش من بالكم. اذا كانكم بالحق خايفين على البلاد، خايفين على رواحكم، خايفين على صغاركم، لازم تفهموا. انا كي نسمع قيس سعيد يقول مجلس اعلى للتربيه، نقول قد ضايع فيها الرجل. يا اخي مجلس اعلى، تعال عامل 20 المجلس اعلى، التربيه ما تحسنش امورها. علاش؟ لان لازم الفلوس، لازم المعلم والاستاذ تلقي لهم وضعيتهم، تعطيهم قيمتهم وقدرهم، ويلزم المدرسه اللي تقري فيها تكون بقدرها، ويلزم الاليات اللي تقري بها تكون عصريه وتكون مطابقه لروح العصر. هذا كله يتطلب فلوس. دونك انظر لاقتصادك، حرك اقتصادك باش تتكلم على الامور هذه. فقيس سعيد يا سيدي نعتبره انه نظيف، نعتبره ما نسالش، نسلموا بالموضوع هذا. الموضوع قداش منكم انتم؟ مش بكم انتم ماكمش نظافه يا سيدي؟ انتم على 100 واحد ناخذكم 90 فيكم نظاف، ما عندهم حتى مشكل يا سيدي. اقل شيء 90 واحد، 90% اقل شيء. ال 90% هذوما شنو يغيرهم على قيس سعيد؟ ايش عنده قيس سعيد من رؤيه مختلفه عليكم؟ الفساد اللي باش يحاربوا قيس سعيد وين حاربوا؟ البنك الفرنسي التونسي اللي توا حلوه في بالهم يتلفوا في جره، وناسين انه الجماعه الاخرين، جماعه لابيسيه عندهم الهستوريك كامل. الجماعه اللي كانوا يخدموا وصلوا لهم الهستوريك الكل. شنو؟ قيس سعيد نظيف اللي خلى جماعه البنك الفرنسي التونسي طفى عليهم الضوء بالحلان هذايا، وتو ترجع القروض اللي خذوها. فاش يعني شنو الاوهام اللي ماشيين فيها؟ شنو الاوهام وشنو الحكايات اللي يحكي فيها؟ اسمعوا، خرايف لا تغني من جوع. يتحدث على ارض فيدراسيون، في الارض تاعت 20 الاراضي الدوليه كلها تعطات باشكال مختلفه، تحب تسترجعها وتعطيها للمجموعات، شركات يكونوها مجموعه من الشباب. ايش كان عليه؟ تفضل اعطيهم، شو المشكل؟
لكن هذا موضوع يهم يعني رئيس الجمهورية في مجلس وزراء يجدوا الشعبوية هذه وين باش توصل؟ شنو هو يعني المدام تاعها؟ باش توقف، هاي واقفة، هاك موقفين اليوم على واقع مرير معيش والسلطة الكل في يده. يعني ثم رئيس عنده توا 7 أشهر يا سيدي، نحينا من قبل شنو؟ 7 أشهر ما دارش ولاية الجمهورية الكل. انت نحط روحي انا في بلاصتو، انت ما نرقدش النوم، انت ما نرقدش الكهرباء وانا نلف على العباد. انت ما قال هو انه كعمر بن الخطاب والبغله اللي تطيح في تاع العراق هو مسؤول عليها قدام ربي؟ انت ما لها التوانسه الكل اللي موجودين على تحت خط الفقر الكلهم ماكش مسؤول عليهم؟ مشيتش درتش شفت تفقدتش حتى المناطق من غير ولايات ومن غير معتمدين ومن غير حتى شيء، ودولة مفتة تتحدث على تفكك الدولة فككتها انت. يعني تنحي في ناس وما تعوضهمش بناس اخرى. تحكم بشكون؟ راهو اللي يجي باش يحكمش وحده. تنجمش تحكم شمس انت باش تضوي على الناس الكل؟ راهو تحكم بالتوانسه، بولاد تونس، بطاقات تونس تحكم بهم. هما اللي باش ينهضوا بتونس، وانت اللي لازم تعطيهم روح الامل وتعطيهم لا ديناميك الكلها باش ينجموا يحكموا معاك. مالك كيفاش باش تحكم وحدك؟ يعني ضرب من الخيال. ولا تحكم كم بالناس اللي هما الدون، يعني انت مستواك ضعيف فتجيب مدام بودن اللي هي اضعف قد يديتك. لا، جيب الناس الدمادم، جيب الناس الدمادم وتدور روحك بالدمادم، تعمل كيما عمل بن علي. بن علي مو ديكتاتور وامي ومستوى باك موان كات مثالش، لكن بن علي وقت اللي يحكم على الهفوات اللي عنده الكل والعيوب اللي عنده الكل دور روحه بالناس اللي في مستوى معين. شنو اللي ينعك باش تدور روحك بناس مستوى معين؟ هو اذكى منك وخير منك، ايش بيه؟ ايش كان عليه؟ ما ينوروك وما يخليكش تقع في الهفوات. هذا الكل لصالح شكون؟ ما لصالح البلاد وصالح الشعب. شنو يا اخي احنا نكاية فيك انت يلزم البلاد تطيح؟ لا يا سيدي، البلاد ساعة قبل كل شيء، ومن بعد انت نقولوا لك ربي يهديك وان شاء الله تراجع نفسك وان شاء الله ترجع على الثنيه الغلطه اللي ماشي فيها وان شاء الله تشرك الناس الكل. انت ماكش مستعد، يعني قلبك ياسر اسود، قلبك ياسر اسود. بيض قلبك، الدنيا راهي فيها موت، كان قاعده لغيرك راه ما جاتكش ليك انت. وحط ربي في بالك الناس اذا كانت قاسي توا راهو ثم انكماش اقتصادي حقيقي، والانكماش الاقتصادي خد ثم ضبابيه في المستقبل، الناس ماش تشوف فيزيبيليتي. دونك حتى اللي عنده فرانك ماهوش قاعد يصرف فيه، ما يستثمرش لانه ماش قاعد يشوف غدا شنو فيه. يعني لكن قيس سعيد ما نتصورش انه يسمع، خاطر نعرف انه هو اوتيست، انا نعرف اللي هو ما يسمع كان نفسه، هذا عن تجربه. لكن الناس التوانسه فيقوا ليمتى يا ربي؟ ليمتى الحاله هذه؟ ايش بينا يا اخي؟ عندنا دعوه تبع فينا ناقصين احنا معناها تمدرس، ناقصين قرايه، ناقصين ناخذوا نعملوا فرين وشد اضرب الفران وواقف وخمم وقدر راهو ماهوش تنزيل منزل قيس سعيد ولا غيره، اي انسان كان مش تنزيل منزل. وكل شيء وكل موقف وكل كلام يحتاج الى مراجعات، ويحتاج انكم تقيموه وتشوفوا حقيقته صحيح هذايا ولا لا، من غير مهجه ومن غير انصر اخاك ظالما مظلوما، من غير شنو كلنا قيس سعيد واحلى انقلاب واحلى نحيكم الشعارات الفارغه هذه. لا تخدم ولا توكل الخبز، ذاك الخبز ناقص، ولا تفتح امل لوليداتنا. رانا قاعدين من اللي صارت 2011 واحنا قاعدين عمال بالتوالي للحكايات هذه، لقله اعمال العقل الماده الشخمه اللي كان يقول عليها بورقيبه ماناش قاعدين نخدموا فيها، قاعدين نمشيو حكايات فارغه ونمشيو وراه ناس فارغه، ناس نحشم والله العظيم نحشم ساعات باش ننطق اسمائهم اصلا. اذا كان مش قاعد ننطق اسمائهم راهو ماهوش تجنبا لشيء، والله نحشم ما يجيش الاسم يرجع، لانه ماهيش عباد ما تنطقش اسمائها. ريتوا ممارسات في البرلمان، ناس كيفاش تتصرف يعني وقت في البرلمان، ريتوها كيفاش. هذه ناس اللي تستحق ان غدوه باش تكون ترأس احزاب ولا باش تقود بلاد ولا يعني يا ولادي فيقوا، يا ولادي فيقوا راهو ما عادش باش توفى البلاد، باش تنهار،
باش تنهار بالتصرفات العرناء نتاعنا وبركبان الراس نتاعنا وبقله المفهوميه وبقله اعمال الفكر. دونك هذا اللي كان باش نقول على قلبي، حبيت نقوله لكم اليوم. تقبلوه مني كما تقبلوه كما من بو، تقبلوه كما من خو، تقبلوه كما مصارحه، لان حقيقه انا عندي غصه وعندي الم كبير على بلادي، لان تونس تستحق خير من هكا. وتونس انا اللي راها تطير تيران، مش تونس التعيسه اللي قاعدين نشوف فيها اليوم. فحتى يتجدد لقاءنا ان شاء الله بكم، اتمنى لكم اطيب الاوقات ودمتم في حفظ الله ورعايته. الى اللقاء.